اليوم تمر على أبواب الجمعيات والله تبكي ويعتصرك الألم، وبالكاد الواحد يريد أن ينفجر وأن يبكي الدم، وهو يرى أناس كان بإمكان عائلاتهم أن تسترهم. تسأل فلان أنت من عائلة فلان، الله أكبر. طب عائلة فلان فيها أغنياء، عائلة فلان فيها موظفين، كيف تركوك؟ تسأل فلان أنت من عائلة ماذا؟ قال لك من عائلة، الله أكبر. طب عائلة فلان فيها تجار، عائلة فلان فيها أغنياء، لماذا تركوك؟ هكذا تدل نفسك. يا أخوان هناك مقاييس كثيرة تغيرت. كل عائلاتنا فيها أغنياء، كل عائلاتنا فيها موظفين. لو كل واحد أخرج صدقة كل يوم، مش مطالب منك أن تخرج هذا المبلغ الكبير صدقة، والله ما بقي فقير. لكن نحن في زمان لا يشعر فيه أحد بأحد. نحن في زمان كل واحد نفسي نفسي. نحن في زمان أبدا ليس زمان إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. المسلم للمسلم كالجسد الواحد، المسلم للمسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اليوم والله مش عضو يتداعى في جسم الإنسان، والله ربما كل جسده يتداعى بسبب الديون وبسبب الهموم، والله لا يلتفت له لا جار ولا قريب ولا صاحب ولا أخ ولا غيره. والله لو راجعت الأمة وراجع أبناء هذه الأمة أنفسهم، والله لوجدوا أن قضية فقرهم ليست في أعدائهم، ليست في أعدائهم أبدا. وإن كنا نحن البلاد التي تمتلك المليارات والبلاد التي تمتلك البترول وغيره، لو نظرت هذه الأمة في نفسها لو لحظات والله ما بقي فقير. والله نحن أغنى الأمم، والله نحن أغنى الأمم. قبل أن نكون أغنياء بالمال وبثرواتنا، نحن أغنياء بديننا، نحن أغنياء بعقيدتنا، أغنياء بربنا الذي وعدنا أن يرزق كل واحد منا، الله الذي تكفل برزقك قبل أن نخرج من بطون أمهاتنا. نحن أمة تكفل ربها بأن يرزقها قبل أن يخرج أبنائها من بطون أمهاتها. أنخشى الفقر والله ربنا؟ أنخشى الرزق والله ربنا؟ هذا يعني لو جمعنا مال الدنيا كله، كان مال الدنيا كله في جيبك، وأنت تعلم أن جارك نائم بلا خبز، وأنت تأكل وأطفالك في هناء وفي عيش كريم. ماذا يعني لو جمعت الدنيا كله؟ لا والله، ما هكذا كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم، ما هكذا كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم.